السلام عليكم. الله لا يصبحكم الله بالخير. شخص قابلته في أحد المستشفيات صباح هذا اليوم في جدة يسلم علي بحرارة. سألته: أخوي شرفني باسمك. قال: أنا اللي كرهتك في الشعر وفي أحب بيت شعر عندك، أنا اللي كرهتك فيه. تذكرت الموقف. هذا بيت شعر كنت من أحب أبيات الشعر عندي، وحاطة خلفية في شبكات التواصل الاجتماعية وفي حالة الواتساب. الشاعر شالح بن هدلان رحمه الله اللي يقول فيه: أنا رفيقك بالليالي المعاسير، ولا الرخاء كلني يسد بمكاني. مكالمة قبل فترة يقول: بيت الشعر يا أخوي اللي أنت حاطه في شبكات التواصل وعندك في الواتس، أنت تعرف معناه؟ أنت كفول له، لا يحطه إلا كفول له. الله يكفينا شرك، وش تبي بالضبط؟ قال: الفتى لا قال قول يعتني به، الواحد لا يحط شيء إلا هو كفول له ولا يخليه لغيره. قلت: يا ابني، حنا في زمن اختلفت فيه المفاهيم، عطني علمك. العرب اليوم كلهم شيوخ وكل يقال فيه شعر، هات العلم. قال: بيجيك رقم حسابي وناقص علي هذا المبلغ وحطه على حسابي، ولا شل بيت الشعر إذا ما أنت بكفول له. قلت: حسبنا الله ونعم الوكيل. حولت المبلغ فعلا، والله ما أعرف هذا الإنسان. أخذت فترة له يكلمني، قال: مبلغ رجع في حسابك وبيض الله وجهك. قال لي: أفا، وين بيت الشعر اللي كان في حساباتك؟ قلت: كرهتني فيه وشلته، أهم شيء إني سديت لزومك والله يسد حاجتك. عقب ما قابلته اليوم في هالمستشفى قلت له: تراك علمتني حاجة، الإنسان إذا ما هو بكفول للشيء لا يقوله. احنا في زمن ناس تردد الشعارات وتسمع منها الأبيات، ولكن مع الأسف لو جيت تقلبها ما تلاقي من المضمون ولا شيء. الله يسترنا وإياكم ستره فوق الأرض ويوم العرض. قولوا آمين. طرفة حبيت أشارككم إياها. همداني أخلص السنابات إلا واحد يكلمني، قلت: أكفى سدديني. قلت: كمل سناباتي وبيجيك الخبر والرد. الله يسد حالنا وحالك. الشعر هذا مشكلة، المفروض أنه ما يقال إلا في اللي يسدون اللزوم، للشاعر وللمحتاج. التعميم فيه إجحاف. الكلام هذا ما ينطبق على كل الشعراء، ولكن بعض الشعراء ما يمدح إلا اللي يستفيد منه فقط، ما يهمه هذا الممدوح إيش خدم المجتمع وإيش قدم. فعلا بعض الشعر أشد من